ده الفادج كيك اللي بنشتريه من الكافيهات وبنخلص فلوسنا عليه، هو صراحة يستاهل. هعلمكم ازاي تعملوه باسهل طريقة بدون زيت بدون حليب. لو عندكم اي مناسبة ده انسب حل تعملوه بدون ادوات. هنجيب كوباية الا ربع من الدقيق، 4 معالق كبار كاكاو خام، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونقلب المكونات دي مع بعض. بعد كده هنحتاج 4 بيضات، نص كوباية من السكر زائد معلقتين كبار، وهنخفق المكونات دي مع بعض لحد ما القوام يكون ابيض فاتح. بعدين نقلب الدقيق على 3 دفعات. اخر حاجة نحط ربع كوباية من المية، نحطها في صينية مقاس 22 مبطنه تدخل الفرن يكون سخن قبلها. حضرت الكريمه، هكتب لكم المكونات بتاعتها وهناخد جزء منها كده على جنب. علشان نعمل كريمه بالبندق هستخدم بوينو من بيجدر، شوكولاته بيضه بالحليب، هنحط 4 أو 5 معالق كبار كده ونخفقها. بعد ما الكيك بيطلع من الفرن بنسيبه يبرد، وبعد كده نقسمه 3 طبقات. عملت بديل الكورس الدار عشان نبدا نزين الكيك. هنحط طبقه الكيك سيرب السكر مع طبقه كريمه، وللحشوه الاولى هستخدم شوكولاته روشيه، نحط 4 5 معالق كده. نحط الطبقه الثانيه سيرب السكر، ونعمل سور من الكريمه علشان نحط حشوة البيستاشيو او كنافة بالفستق، ونحط كمان طبقة كريمة بالبندق. نحط اخر طبقة سيرب السكر وندخلها التلاجة نص ساعة. اول ما تطلع من التلاجة نديها طبقة كريمة وندخلها الفريزر نص ساعة. لجليز الشوكولاتة بدون شوكولاتة هنحتاج تلت كوباية سكر وكاكاو، كوباية الا ربع من المية، ومعلقتين كبار كريم شانتيه، ونقلبهم كده على البارد. بعد كده نرفعهم على نار تكون متوسطة، نحط معلقتين زيت، ربع كوباية سكر، ونصفي الجليز كويس ونحطه على الكيك وهو بحرارة المطبخ. بعدين نصفيه، نقطعه مثلثات زي كده. بالهنا والشفا.